بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشة، كلمتين كده بعد ماتش النهارده. طبعا بنقول في الاول الحمد لله رب العالمين ان احنا ربنا كرمنا النهارده. طبعا الحمد لله ان احنا تخطينا فكره الارهاق اللي كانت واضحه، تخطينا برضو فكره الحاجات اللي حصلت في الماتش ان احنا وصلنا طبعا متاخر وكده، واتمنى ان هي ما تتكررش تاني وان احنا نروح من بدري، ما نستناش ان احنا نبقى تحت رحمه الظروف. دي حاجه. الحاجه التانيه، الماتش كان فيه مكاسب وفيه خسائر طبعا. طبعا غير الخسائر بتاع الاصابات اللي احنا بقينا متعودين عليها، المكسب الاولاني طبعا هو مصطفى شوبير بيأكد لنا ان احنا معانا حارس جامد، معانا حارس نقدر نعتمد عليه. ده مش معناه ان في تقصير مثلا في فكره ان الزنفولي وحش او كده. لا، احنا كنا فعلا محتاجين لعيب برضو زي الزنفولي. طبعا لازم يكون حارس معاك، حارس رجليه في الملعب طبعا في الحاجات المحليه في الدوري. دي حاجه. الحاجه التانيه الكويسه طبعا النهارده ان بودست ربنا كرمه باسيست، ان احنا كسبنا طبعا، دي من الحاجات الكويسه. ولكن نحط تحت لكن دي بقى ألف خط، عندنا شوية عيوب واضحة جدا. احنا طريقتنا بقت أكتر في رأيي هي فردية أكتر منها جماعية. بمعنى إن الفرقة عندنا بقت مقسومة اتنين، احنا خمسة بيهاجموا خمسة بيدافعوا. في أكتر من كورة كان واضح قوي إن احنا الخمس لعيبة بنتضربوا، عندنا الخمس لعيبة في الخط الأمامي بيتضربوا كلهم بكرة عمودية واحدة للعيب من بتوع مديامة بيخش ما بين، يبقى هو ما بين الخمسة اللي قدام والخمسة اللي في الدفاع. طبعا دي كانت غلطة واضحة. طبعا للاسف عدم رجوع الوينج اليمين بتاعنا تاو، وعدم ضغط عمرو السوليه وان هم يقفلوا مع محمد هاني، عرض مع محمد هاني لهجوم كبير قوي من الناحيه بتاعته، وعرضه. طبعا هو كده كده مش ناقص اصلا، والدنيا معاه بايظه خلة ربنا، فما بالك بقى لما يروح عليه اتنين، لا يروح عليه لعيب او اتنين باستمرار وهو لوحده. طبعا في التغطيه بتاعته طبعا زي ما احنا عارفين الدنيا عنده مشكله، اي حد ممكن يرقصه. طبعا التكنيك اللي هو بيستخدمه كالعاده في الدفاع مان تو مان، في الدفاع المان تو مان وهو مع اللعيب مثلا وهو داخل عليه. طبعا برضو للاسف اللعيب كل مره محمد هاني بيترقص وبيتعدى منه عادي. الحاجه الكويسه طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي مش كويسه النهارده هو فكره السوليه واضح ان هو بعيد قوي. للاسف كان عنده اكتر من كوره، المفروض ان هو يضغط بيبقى طريقه، يبقى ناشف شويه في الضغط عن كده، للاسف ده ما حصلش. الحاجه برضو التانية اللي كانت ظاهره ان عدم ثبات مستوى حسين الشحات، باستثناء الجون. يمكن الجون عشان ما تفزلكش فيه وشاط من اول مره. طبعا فكره استخدام، بالاضافه طبعا استخدام مودست في ماتش محتاج مساحات وان احنا بنرجع نستقبل لعب، ده مش منطقي ان انا اجري مودست مساحات كبيره من غير ما اكون بلعب له الحاجه اللي هو ينفع يلعبها. هو براجل بتاع كور عرضيه، فالمفروض ان انا العب له كور عرضيه كتير. طبعا للاسف اللي برضو من يوم ما جه تقريبا معظم الماتشات ما تلعبلوش عرضيات صح للاسف. وطبعا استمراريه ان انت تعتمد على مودست في مساحات كبيره، يبقى انت كده بالاخر كده بتلعب ناقص لعيب. حته تانية هو فكره تاو، واضح ان تاو يا جماعه احنا للاسف تاو من اللعيبه اللي ما بتديناش اداء ثابت في المستوى بتاعه. فمحتاج ان هو يا اما لو فضل على كده لاخر الموسم احنا نبدله بلعيب محترف تاني يكون مستواه ثابت شويه اكتر من تاو. دي حاجه. الحاجه التانية طبعا فكره كريم نيدفيد، ماشي النهارده اول ماتش نقدر نقول مش وحش، بس طبعا مش عالي قوي. لكن للاسف برضو خرج مصاب كالعاده، وانا رايي ان هو في مشكله بتحصل لما بيجي هو يلعب معانا في الاهلي. راح في يوتشر قبل كده سنتين ما اتصابش، ما جالوش دور برد زي ما بيقولوا. للاسف عندنا واضح ان هو عنده مشكله، فانا رايي ان هو برضو من اللعيبه اللي اخر الموسم كده كفايه. عمرو السوليه برضو نفس الكلام، ضعفه النهارده ان هو يقفل ناحيه اليمين مع محمد هاني. طبعا ده اثر برضو عندنا ان احنا خلى الناحيه اليمين عندنا بالبلدي كده شوارع. عندنا مشاكل تانية برضو هي المس باص الاوفر زيادة عن اللزوم، والقرارات الغلط. اكتر من مرة تلاقي لعيبة بتتحرك صح والناس اللي المفروض تلعب الاسيست او تلعب لهم بيتأخروا. للاسف لعيبة تانية بتختار بقى بيعتمد مثلا تختار ان هي الانانية. امام عاشور في كورتين كان ممكن يبصيهم بطريقة احسن من كده. للاسف برضو اعتمد ان هو يشوط مرة كورة جاية على شماله، مرة كورة مش عارف شاطها في السماء، في حين ان كان في اختيارات تانية من اللعيبة اللي معاه كانت احسن من ان هو كان ممكن مثلا في كوره كانت مودست موجود، في كوره وسام ابو علي كان موجود، فكانت الدنيا ممكن تبقى احسن من كده. فطبعا الحمد لله برضو بعد كل ده في الاول وفي الاخر الحمد لله ان احنا كسبنا، ولكن لازم نحط عينينا كويس قوي على المشاكل اللي بتحصل عندنا. لان احنا لو لعبنا فرقه مستواها اعلى من مدياما، وكان فرقه عندها اتنين تلاته لعيبه كوره بس، بالوضع اللي احنا فيه هيبقى عندنا مشكله كبيره. لازم نرجع تاني اللعيبه تبقى الجماعيه بتاعتها اكتر، المساحات اللي ما بين الهجوم والدفاع عندنا لازم تقرب من بعض. لازم نبقى احنا واضحين قوي ومحددين احنا هننزل نستقبل اللعب ولا احنا اللي هنهاجم. لان احنا لما بنضغط عالي للاسف بنضغط عالي غلط، زي النهارده كده ضغطنا عالي غلط، بنضغط لدرجه ان الخمس لعيبه اللي قدام بيبقوا على خط واحد. فانت كده مش ضاغط عالي، وانت كده في نفس الوقت سبت مساحه. فالمفروض ان الدفاع يبقى قريب من الهجوم، ده ما حصلش، في شوارع موجوده. قد يكون جزء من ده بسبب برضو نوعية اللعيبة اللي موجودة النهاردة طبعا.
واحد زي مروان مش موجود النهارده، فالدنيا ماشي يعني، احنا ممكن نقبل الكلام ده. لكن في رايي ان في لعيبه لازم تبقى مش موجوده معانا بقى، في رايي من اول الموسم الجاي لازم حد يقعد مع محمد عبد المنعم يفهمه، لو انت يا ابني عايز تمشي فاهلا وسهلا احترف، لكن المنظر ده ما ينفعش. ربنا يستر طبعا في الاصابات اللي موجوده النهارده بالتحديد، ربنا يستر على ياسر ابراهيم، لان ده اكتر لعيب مؤثر في الخط الدفاعي بتاعنا. محتاجين طبعا لازم نشكر شوبير ان احنا على اللي هو عمله النهارده يعني. وحظنا حلو الحمد لله ان في كورتين الدنيا ربنا سترهم، ربنا سترها علينا النهارده، والدنيا الحمد لله مشت يعني. فحابب اقول ان الحمد لله وربنا يكرم، ويا ريت نركز في اللي جاي باذن الله. السلام عليكم.